كائنات فضائية متطورة هي اللي بتحكم الأرض والناس متعرفش، وبيعملوا تجارب عليهم بتكنولوجيا حديثة لأسباب مجهولة. بيبدأ الفيلم بشاب اسمه نيك، وبنعرف إن عنده إعاقة في رجله. بيركب مع خطيبته هالي العربية ومعهم صاحبهم جون، وهم التلاتة زملاء في معهد التكنولوجيا ورايحين كاليفورنيا عشان يوصلوا هالي وتكمل دراستها هناك. بيتعشوا سوا ويتفسحوا في متحف الأسماك، وبعدها بيروحوا الفندق عشان يرتاحوا شوية. نيك ما كانش جايله نوم، وبيلاقي رسالة على الموبايل من واحد اسمه نوماد، وبنعرف ان نوماد هاكر مشهور جدا ومحدش يعرفه، وبيبعت لهم رسائل من فترة كبيرة. نوماد كان اخترق سيرفرات المعهد بتاعهم على اساس ان هو نيك، وعامل لهم مشاكل من وقتها. نيك بيهدده انه هيبلغ عنه، واللي يحصل يحصل. راح نوماد بعت له فيديو بيوريهم فيه نفسهم، وانه اخترق اللابتوب بتاع هالي وشايفهم من الكاميرا اللي فيه. نيك بيحاول يتتبع مكان نوماد ويشوف هو بعت لهم الرسائل دي من فين، فبيعرف ان هو في منطقة نيفادا. وتاني يوم بيكملوا السفر لكاليفورنيا، وهم في الطريق لقوا رسالة تانية من نوماد بعت لهم صورة وهم جوه العربية، والتلاتة بيتوتروا. لكن جون بيحاول يعرف مكانه بالظبط. بيوصلوا لمحطة البنزين، ونيك بيروح يجيب لهم قهوة، فهالي بتسأل جون إذا كان نيك قال له حاجة أو اتضايق بخصوص إنها تروح كاليفورنيا، وهي مستغربة إنه ما اتكلمش معاها في الموضوع دوت. نيك وهو طالع بيقابل عكاز وصحابه بيجروا يلحقوه. جون بيعرفهم إنه لقى موقع نوماد وإنه مش بعيد وفي سكتهم، فبيقرروا يعدوا عليه. نيك بيبص على هالي لكن ما لقاهاش موجوده، بيروح يدور عليها فلقاها قاعده بعيد لوحدها. بيتكلموا اخيرا عن علاقتهم وان المسافات البعيده بتاثر على العلاقات. نيك مش عايز علاقته تاثر عليهم، فبيعرفها ان هم هينفصلوا اول ما يوصلوا. لكن هالي بتحاول تقنعه ان هم يقدروا يستمروا، ونيك مش موافق. هالي بتتعصب وبتشيل السلسله الهديه اللي خدتها منه وترميها بعيد. بيرجعوا للعربيه ويكملوا رحلتهم للمكان اللي فيه نوماد. بيوصلوا لللوكيشن، لكن بيلاقوا انه عباره عن بيت مهجور. بيشكوا ان نوماد في المكان دوت، لكن بيقرروا يستكشفوا البيت. بيدخلوا معاهم كشافات ومش بيلاقوا حاجه جوه، وفجاه بيسمعوا هالي بتصرخ بره. بيجروا يشوفوها، ولما وصلوا للعربيه ما لقوهاش، وسامعين صوت الراديو شغال. لكن في مشكله غريبه، نيك عمال يندى على هالي وقدر يلاقيها، لكن فجاه لقاها بتتحدف في الهواء. بيجروا عليها يشوفوها، وفجاه الدنيا ظلمت قدامهم. نيك بيصحى في مكان غريب شبه المستشفى وكأنه متخدر. بيجي راجل لابس هدوم فضائية بينقله على كرسي متحرك، وبيدخلوه جوه أوضة وبيسجلوا مكالمة بينهم. الراجل بيقول له إن اسمه دكتور ديمون، وبيسأله عن أول مرة لقى إشارة عن المكان دوت. نيك ما كانش فاهم هو بيتكلم عن إيه، وبيسأله فين صحابه. ديمون بيفهمه إن هو وصحابه كانوا على تواصل مع كائن بيولوجي بره الأرض. نيك ما كانش مستوعب اللي بيحصل، وبيطلب يشوف صحابه ويتصل بأهله. ديمون لما لقى نيك بينزف وداه فورا للأوضة اللي كان محجوز فيها. تاني يوم بيودوه لنفس الأوضة، وبيلاقي العمال بينظفوا الأرض من سائل غريب. لكن بيشوف هالي نايمة في أوضة تانية، فبيطلب من العمال يودوه عندها، لكن الراجل بيرفض. ديمون بيفهمه إنه ما يقدرش يقابل هالي دلوقتي، وبيسأل نيك أسئلة غريبة زي إذا كان عنده 10 صوابع ولا لأ، وإذا كان من الأرض. وبيسأله تاني عن الإشارات اللي جات له من نوماد. ديمون بيوري له فيديو من الليلة اللي كانوا فيها في جوه المبنى المهجور، وإنه كان في كائن فضائي مستخبي. نيك بيتفاجئ من كده، وإنه نوماد طلع مش مجرد هاكر، لا ده طلع كائن فضائي. نيك بيرجع لأوضته، بيسمع صوت همس من فتحة التكييف، وبيعرف ان ده صاحبه جون. بيقول له ان المكان ده مش طبيعي، وانه خايف يكونوا بيعملوا تجارب عليهم. لكن فجأة صوته بيختفي. تاني يوم نيك بيتكلم مع ديمون برضه، وبيختبروا المرة دي في الاشكال والالوان. نيك كان مستغرب لكن بيجاوبه وخلاص، وبيطلب ان هو يشوف هالي. ديمون بيوافق ويوديه عندها، لكن هي كانت لسه نايمة، وبيعرفوا ان هي في غيبوبة، ولما تصحى هيخليه يكلمها. تاني يوم نيك بيقرر يهرب من المكان، وبيعمل خطة. بيطحن الاكل اللي بيديهوله عشان يرشه على زراير الباب، ويقدر يعرف ارقام الباسورد. وبالفعل قدر يطلع، وراح ربط سرير هالي في الكرسي بتاعه. وفي نفس الوقت ديمون راح لاوضه نيك، ولقاه راسم كل الطرق للمكان اللي هم فيه، وبيعرف خطته. نيك قدر يوصل لباب الخروج، لكن مش قادر يوصل للارقام ويكتبها، فبيستخدم الانابيب عشان يدوس على الزراير. لكن ديمون كان وصل ورجعه تاني. نيك بيصحى جنب هالي، لكن هي لسه في الغيبوبه. بيحاول يهرب من العمال، لكن بيقع على الارض، ولما لقوه بينزف بعدوا عنه وسابوه. نيك بيبص على رجله، لكن اتصدم لما لقاهم قطعوا رجله وركبوا له رجل صناعيه بتقنيه غريبه وحديثه. ديمون كان بيراقبه من بره، وبيحاول يشرح له اللي حصل، وبيبعت له عمال يجيبوه. لكن نيك بيستغل التكنولوجيا اللي في رجله، وبيكسر الباب بيها، وبيسحب هالي معاه عشان يهربوا. ديمون لحقهم على الاسانسير، وبيحاول يفهمه انه مش هيقدر يساعده غير جوه المبنى اللي هم فيه، واذا طلع بره هيكون لوحده. نيك ما اهتمش بكلامه، وبيقرر يكمل هروبه، وبيروح ممر شبه المجاري. ولما طلع بره لقى نفسه في الصحراء، ومش عارف المكان اللي هو فيه.
هيلي اخيرا بتصحى وبيبعدوا عن المكان، بيلاقوا عربيه تقرب منهم وبيطلبوا مساعده. الست اللي سايقه العربيه كانت بتتكلم بطريقه غريبه، وان في ملايكه وكائنات غريبه في المنطقه بتوديهم لاقرب بنزينه. ونيك بيحاول يتصل باهله لكن التليفون مش شغال. بيلاقي صورته في اخبار التلفزيون، وبعدها عربيه غريبه بتيجي تاخد هالي. نيك بيستخدم القدرات في رجله وبيجري وراهم بسرعه. هالي بتلاقي مسدس وبتهدد بيه الراجل اللي خطفها. نزلوه من العربيه واخدوا العربيه منه واتحركوا بيها. ديمون بيحاول يلاقيهم تاني، بيروح للست العجوزه اللي وصلتهم عشان تساعده وهي بتوافق. بياخدوها على المبنى ومعاها شنطه غريبه لونها احمر. بيبدا يستجوبها لكن الست فجاه مناخيرها بتنزل دم زي ما حصل مع نيك. ديمون طلع مسدس من الشنطه بتاعته وقتل الست. نيك وهالي وصلوا لطريق مسدود ومش عارفين هما فين، فبيقرروا يرجعوا تاني وبيروحوا اي مبنى. بيدخلوا جوه ويريحوا فيه، ونيك بيحاول يستخدم التليفون لكن برضه مش شغال. هالي بتلاقي خريطه للمكان اللي هما فيه لكن نيك مش قادر يعرف هما فين. ديمون برضه مصمم يلاقيهم وبيوصل للراجل اللي خطف هالي في العربيه. الراجل كان شكله اتجنن وبيقول كلام غريب وبيوجه البندقيه على ديمون، لكن البندقيه لسبب غريب بتعصلج ومش بترضى تضرب عليه. ديمون طلع المسدس بتاعه وبيقتل الراجل وبيغطيه ببطانيه. نيك وهالي سمعوا صوت السلاح فبيستخبوا. بيلاقوا عامل من المنشأة اللي كانوا فيها، لكن المفاجأة انه طلع صاحبهم جون وبيعرفهم انه قدر يهرب. وبيجي الليل، نيك بيلاحظ على ظهر هالي حاجة غريبة وبيعرف ان هم عملوا تجارب عليها. جون بيقول لنيك ان يمكن هم في المنطقة 51 المشهورة في امريكا، وبيلاقي ان هم ركبوا له ايد صناعية. تاني يوم بيحاولوا يلاقوا مخرج من المكان لكن العربيه بتاعتهم اتعطلت، وبيظهر ليهم حراس من المنشاه يهاجموهم. جون قدر يقتل واحد ونيك وهالي بيستخبوا، لكن حارس ضرب جون بسلاح. جون بيقول لنيك يهرب هو وهالي وهيحاول يشتت الحراس. نيك ما كانش عايز يسيبه لكن بيسمع كلامه في الاخر، وجون بيساعدهم بايده وبيكسر الحيطه اللي قدامهم عشان العربيه تتحرك، وقدروا يهربوا بيها. وراح ضرب الارض بقوه بايده لدرجه ان الحراس طاروا في الهواء، لكن الحراس في الاخر قدروا يموتوه. نيك وهالي هما في الطريق بيلاقوا ديمون واقف قدامهم، بيجروا بالعربيه عليهم لكن الحراس رموا مطب فيه مسامير وعجل العربيه فرقع والعربيه اتقلبت بيهم. نيك وهالي بيطلعوا من العربيه لكن اصابتهم كانت قويه، وبتدي نيك السلسله اللي رمتها لكن طلع ان هي ما رمتهاش. الحراس بياخدوا هالي لطياره هليكوبتر، ونيك بيلاحظ حاجه غريبه وهي ان اسم ديمون لو قريته بالعكس هيبقى نوماد. ديمون بيعترف له ان هو فعلا نوماد، وانه استدرج نيك لعنده علشان يختبر التكنولوجيا الفضائيه عليه، وان رجله هي مثال عملي على المزيج بين التكنولوجيا الفضائيه والبشر. نيك بيتعصب جدا منه ورجله بدأت تطلع في نار، وبيجري بسرعة الصوت. بيعدي على الطريق المسدود اللي كل مرة بيعدي عليه، وبيخترق حاجز مخفي قدامه وبيطلع من المكان اللي هم فيه. ديمون بيقرب منه وبيشيل الخوذة اللي لابسها وبيكشف عن نفسه وانه كائن آلي متطور، وان كل البشر في المكان دوت هم فراد تجارب مش اكتر، ولان دماغهم ما بتستحملش التكنولوجيا ديت فبيبدأوا يخرفوا، واي حد جسمه مش بيتكيف مع التكنولوجيا الحديثة بيقرروا يقتلوهم. نيك بيبص جنبه وبيكتشف ان هو على كوكب تاني، وان المكان اللي كانوا فيه عبارة عن محاكاة للارض مش اكتر عشان ما يشكوش ان هم في الفضاء. وبنشوف ان هم على كوكب متطور وفي مباني عالية جدا ودرع بيحميهم من اشعة الشمس، وكل اللي هناك كائنات فضائية متطورة وبياخدوا البشر عشان يعملوا تجارب عليهم.